الحمد لله جميع الترتيبات اتخذت باش هذا العرس الافريقي يكون في المستوى العالي والمستوى الدولي، ويليق بالسمعه ديال اللي كتحظى بها المملكه على الصعيد العالمي على الصعيد الافريقي. والحمد لله هذه البطوله هذه تحظى بالرعايه الساميه صاحب جلاله الملك محمد السادس نصر الله، واللي كتعرف رقم قياس في عدد الفرق المشتركه على مستوى القاره الافريقيه، 16 فريق في الذكور و11 في الاناث. وكتعرف ايضا حضور الدول العملاقه على مستوى كره اليد الافريقيه، نذكر تونس، مصر، اثيوبيا، نيجيريا، انغولا، الكونغو، الكاميرون. هذه دول عملاقه الحمد لله اللي جات باش تلعب على هذا اللقب. الحمد لله اللجنه التنظيميه وكل الشركاء في جهه العيون الساقيه الحمراء تاخذ جميع الاجراءات باش ان البطوله غتكون ناجحه، وعلى اكيد ان شاء الله غتكون بطوله ناجحه. اخر سؤال بالنسبه لرسالتكم خلال تنظيم هذا الحدث في الصحراء المغربيه، شنو هي الرساله اللي والرساله اللي كنبينوها بان الحمد لله مدينه عدن ولات كتسخر بامكانيات ومنشات رياضيه اللي قادره تنظم اعلى المسابقات على مستوى لا القاري ولا العالمي.